بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أفضل خلق الرجال وشيع الرجال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم موضوعنا إن شاء الله بنتكلم عن سبب الانقطاع الإنترنت في السودان، وما هي أسبابه، ومين المسيطر على الإنترنت في السودان. سبب الانقطاع الإنترنت في السودان تهديد لأحد المهندسين الكهربائيين بتاع تقطيع الإنترنت عشان الدعم السريع. خاف من الإعلام والضغوطات التي حصلت عليه الأيام الأخيرة في أم درمان وفي بحري وفي الكدر وفي بعض مدن السودان. ضغط من كل النواحي. القوات المسلحة السودانية الحمد لله مسيطرة سيطرة كاملة جدا. الأيام الأخيرة هذه سيطرة كاملة جدا وانتصارات كبيرة جدا الحمد لله. حتى الأمدرمان القديمة أم بدات الناس بدأت ترجع خلاص الحمد لله. الحمد لله دي بشريات للشعب السوداني، دي انتصارات الحمد لله للقوات المسلحة السودانية. الناس ما تيأسوا أي حاجة، عليكم بس بالدعوات لقواتكم المسلحة، والنصر بإذن الله تعالى قادم. النصر بإذن الله تعالى قادم. قواتكم المسلحة شغالة في كل مواقع السودان الحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله خلال الأيام القادمة أحلى بشريات تسمعونا بإذن الله تعالى. والإنترنت إن شاء الله شغالين فيه وحيرجع. هيرجع في الأيام هذه جميع الإنترنت في السودان، هترجع جميع الشبكات، هترجع جميع الخدمات بإذن الله تعالى. الناس ما تيأس ولا أي حاجة، ولا تيأس في قواتها المسلحة السودانية. قواتكم المسلحة شغالة، الناس دي شغالين لهم 10 شهور. القوات المسلحة شغالة لها 10 شهور في الميدان ما يئست. أنت تيأس ليش؟ أنت تيأس ليه وأنت قاعد مرتاح؟ لا جنبك رصاص ولا جنبك أي حاجة. والقوات المسلحة يوميا اشتباكات وعلى طول ضرب عشان المواطن يعيش في أمن وأمان، عشان تنظف بلدكم من مرتزقة من خونة ومن عملاء. وبإذن الله تعالى النصر غادي. أهم حاجة بس دعواتكم للقوات المسلحة السودانية بالانتصار، وإن شاء الله النصر غادم في الغريب بإذن الله تعالى. فإحنا بنقول لكم الإنترنت الآن شغالين فيه، ولا المهندس الذي سيطرون عليه بإذن الله تعالى حاليا شغالين في صيانة الأعطال التي حصلت في الأيام الفاتت في شبكة السودان وشبكة سين وفي جميع الشبكات. الأعطال التي حصلت بإذن الله تعالى حترجع في الأيام هذه. أهم شيء الدعوات بالتوفيق للقوات المسلحة السودانية والنصر العاجل بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى النصر غادي. أهم شيء الناس بس تصبر وتجتهد شوية في الدعوات، لأنه قواتنا المسلحة الحمد لله شغالة. الانتصارات الأيام الحمد لله متوالية. الناس الحمد لله بدأت ترجع، ولا الباصات بدأت ترجع لأغلب مدن الخرطوم الحمد لله، ولا في المناطق النظيفة. ومدني بإذن الله تعالى الجيش داخله. الناس ما تقول مدني باعوها ونسوها، لا بإذن الله تعالى الجيش داخله. مدني الجيش راجع لها وحينظفها بإذن الله تعالى، ما حيقلي فيها ولا جنجويتي ولا مرتزقة ولا عميل بإذن الله تعالى. والمناطق اللي حول المدني كلها بإذن الله تعالى الجيش حيدخلها، ولا الجيش كنا في المناكل والله شغال الحمد لله. حينظف لكم بإذن الله تعالى، حيساند القوات التي تدخل من برا في مدني، حيدخل معاه وحيلاقوا من المناكب بإذن الله تعالى اللي مدني جوا إن شاء الله. حيدخلوا لحصحيصة والكاملين للجهات المسيت المناطق دي كلها بإذن الله تعالى. الجيش حيدخلوا ليكم في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. فالناس عليها بيصبروا عليها بالدعوات. فالقوات المسلحة شغالة الحمد لله، والفريق هو ياسر العطا برضه شغال شغل غير ما شاء الله تبارك الله. والبرهان بإذن الله تعالى حيعطي التعليمات الأخيرة بإذن الله تعالى لاكتمال تجهيز النصر بإذن الله تعالى. ودعواتكم بس للقوات المسلحة السودانية، وحفظ الله القوات المسلحة السودانية أينما كانت. في ختام الفيديو لا تنسوا الشير واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.